النهاردة ان شاء الله هنراجع للتانية اعدادي. اول حاجة هنبتدي بالخرايط. عندي خريطة الوطن العربي. نبدأ بأول حاجة رقم 1 دوت المحيط الأطلنطي. طبعا الوطن العربي من غرب المحيط الأطلنطي، عندي هنا المحيط الهندي اللي هو من الشرق ومن الجنوب. رقم 2 عندي دي جبال عسير، فوق الحجاز عسير، هنا مرتفعات اليمن. رقم 3 هنا هضبة، طبعا دي جبال أطلس، طبعا دي دولة، أنا عندي مصر ليبيا الجزائر، دي هضبة الشطوط. تمام. رقم 4 عندي دوت مضيق اسمه مضيق هرمز، عندي مضيق هرمز بيصل الخليج العربي بخليج طبعا عمان مرا بالمحيط الهندي. عندي هنا كمان ده اسمه مضيق جبل طارق، مضيق جبل طارق بيصل البحر المتوسط بالمحيط الأطلنطي، بيطل عليه من الشمال عندي أسبانيا والدولة العربية المغرب. تالت مضيق عندي مضيق طبعا هنا باب المندب بيصل البحر الأحمر بخليج عدن مرا بالمحيط الهندي. تاني خريطة معايا هنا رقم 1، طبعا دوت عندي رقم 1 دوت المحيط الأطلنطي. رقم 2 المحيط الهندي. رقم 3 البحر المتوسط. رقم 4 البحر الأحمر. رقم 5 مضيق جبل طارق. رقم 6 عندي ده مضيق باب المندب. رقم 7 دولة طبعا مصر، جمهورية مصر العربية. رقم 8 شمال السودان، لأن شمال السودان دولة عربية، جنوب السودان دولة غير عربية. عندي رقم 9 موريتانيا. رقم 10 عندي دولة العراق، بنعرفها عندي نهر دجلة ونهر الفرات. رقم 11 دولة الجزائر، معايا كده عندي مصر ليبيا تونس الجزائر المغرب موريتانيا. رقم 12 اهي دي مرتفعات زاجروس، عندي هنا زاجروس وبعديها كردستان وبعدين جبال طروس. الوطن العربي رقم 1 ده خليج عدن بيصل بالمحيط اهوت الهندي وهنا البحر الأحمر. رقم 2 عندي ده مضيق هرمز لأن ده الخليج العربي وده خليج عمان. رقم 3 عندي دي هضبة حضرموت، في الشمال شبه الجزيرة العربية بادية الشام، في الوسط نجد، في الجنوب حضرموت. 4 إقليم مناخي بحر متوسط. 5 إقليم مناخي عندي ده مداري، ده في دولة السودان. رقم 6 إقليم مناخي هنا دولة الصومال، عندي في الجزء دوت هيبقى ده إقليم عندي صحراوي، دي كان مداري، وعندي هنا فيها دوت هيبقى إقليم مداري. يبقى أنت عندك الصومال في الشمال هنا صحراوي، عندك في الجنوب هنا مداري.